التفتوا لي جيدا. إلى هنا اتضح لنا في الاتجاه الأول والاتجاه الثاني فقد بطل ولم يتم بأي دليل واضح ويمكن الاطمئنان إليه أن الإمامة بالمعنى الشيعي لا هي ضرورة دينية حدوثا وبقاء كما في الاتجاه الأول، ولا هي ضرورة دينية حدوثا لا بقاء كما في الاتجاه ماذا؟ في الاتجاه الثاني. إذن ننتهي إلى هذا: هل أن الإمامة بالمعنى الشيعي ضرورة دينية أم لا؟ الجواب ماذا يأتي؟ الجواب كلا وألف كلا. لم يثبت لنا أن الإمامة بالمعنى الشيعي لها ضرورة دينية كضرورة النبوة، أبدا أبدا، كضرورة الصلاة، أبدا لم تثبت. ومن هنا فإنكارها يخرج من الدين أو لا يخرج؟ لا يخرج من الدين، لا ظاهرا ولا ماذا؟ ولا واقعا، خلافا لما يقوله هؤلاء الأعلام، خلافا لما يقوله صاحب الحدائق، لما يقول المحدث الإسرابادي، لما يقوله العلامة ماذا؟ لما يقوله العلامة المجلسي. أبدا، هؤلاء لا يخرجون من الإسلام لا ظاهرا ولا ماذا؟ ولا واقعا. ولذا عند عبارة سيد الإمام بودي أن الأعزة يلتفتوا إلى هذه العبارة. السيد الإمام أعزائي في كتاب الطهارة، في كتاب الطهارة المجلد الثالث، أعزائي احفظوا لي هذه الجملة إن شاء الله تعالى، في الوقت المناسب سنقف عندها. قال في صفحة 635: فإن المنساق من الروايات أن الشهادتين، شهادة بالتوحيد وشهادة بالرسالة، أن الشهادتين تمام حقيقة الإسلام. مو فقط أن الشهادتين تحفظ ماذا؟ ظاهر الإسلام وباطنه ماذا؟ ظاهرا مسلم وواقعا ماذا؟ كافر كما يقول الأخباري أو يقول هؤلاء. لا أبدا، تمام حقيقة الإسلام في ماذا؟ في الشهادتين. تمام حقيقة الإسلام في ماذا؟ في الشهادتين. من هنا يطرح هذا التساؤل: إذن ما هو دور الإمام؟ إذا كان تمام حقيقة الإسلام في الشهادتين، إذن ماذا نفعل بهذه الآية المباركة اللي يعرفها الجميع أعزائي في أول سورة ماذا؟ في أول سورة المائدة. ماذا يقول الحق تعالى في أول سورة المائدة؟ اليوم ماذا؟